هل التابلت هيتلغي ولا لا؟ يعني الدفعة الجديدة اللي هي دفعة أولى ثانوي 2024 هتاخد تابلت ولا لا؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. هنعرف هل فعلا التابلت اتلغى ومش هيتوزع تاني ولا لا. فركز معايا كويس عشان ما تتسوحش. ركز معايا كويس، جبت لك الخلاصة. لو انت بقى أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، لأن الفيديوهات الجاية مهمة جدا للثانوية العامة وخصوصا أولى ثانوي. وتعالى نعرف بسرعة كده، هل التابلت اتلغى ولا لا؟ أنا عارف كتير من الطلاب، كتير 90% من الطلاب داخلين الثانوية العامة عشان التابلت وفرحانين بيه، ما يعرفوش إن التابلت ده أسوأ حاجة حصلت. بس خلينا في موضوعنا. كتير من الطلاب داخلين الثانوية العامة عشان التابلت، وموضوع إلغاء التابلت ده هيزعلهم جامد. حاليا دلوقتي كل جروبات الفيس بتاع الثانوية العامة بتقول إن التابلت هيتلغي. ناس كتيرة جدا وحتى في مدرسين بتقول إن التابلت هيتلغى السنة دي اللي هي دفعة أولى ثانوي 2024. طب الخلاصة إيه؟ هل فعلا هيتلغي ولا لا؟ التابلت مش هيتلغي. الكلام ده مش من عندي، بس التابلت مش هيتلغي. هفهمك ازاي. السنة اللي فاتت نزل شائعات ان التابلت هيتلغي وما اتلغاش. كل دي اشاعات، كل سنة بتنزل اشاعات ان التابلت هيتلغي ومش بيتلغي. مفيش اي قرار لحد دلوقتي بيقول ان التابلت هيتلغي، وكل سنة الوزير اللي هو رضا حجازي بيقول ان كل ده اشاعات. الوزير بيطلع بنفسه ويقول ان كل ده اشاعات وان التابلت مش هيتلغي. لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي مفيش قرار بيقول ان التابلت هيتلغي. افرحوا بقى، افرحوا. عاوز اولى ثانوي 2024 تفرح بقى، هياخدوا تابلت ان شاء الله، هياخدوا تابلت. لحد دلوقتي مفيش الغاء للتابلت، ودي منظومه تطوير للتعليم. مش معقوله التعليم اتطور بسرعه كده هيلغوا التابلت، لا. دي منظومه تطوير، يعني هم بيتطوروا في التعليم. يعني التابلت مش هيتلغي، سواء لثانوي عام وثانوي خدمات قصدي، اللي بياخدوا تابلت ثانوي عام الاول وبعد كده ثانوي خدمات، وهياخدوا تابلت السنه دي. دفعه السنه دي هتاخد تابلت، ما تزعلش، خد التابلت وافرح بيه. لكن انت ما تصدقش واحد صاحبك يقول لك ان التابلت هيتلغي. يعني انت بتصدق صاحبك ومش بتصدق الوزير. ما تصدقش جروب على الفيس يقول لك ان التابلت هيتلغي، فكك منه، غير افتراضات. ما تصدقش اي حد يقول لك ان التابلت هيتلغي. ما تصدقش غير الوزير لما يطلع يقول بنفسه ان التابلت اتلغى. هو بيطلع كل سنه بيقول معايا توزيع التابلت ويقول ان الدفعه دي هتاخد تابلت. لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، وبقولها المره مليون، لحد دلوقتي مفيش قرار بيقول الغاء التابلت. انا دورت في كل المواقع، دورت في جوجل حته عشان اشوف موضوع الغاء التابلت ده، مفيش قرارات خالص. وكل الاخبار لحد دلوقتي بيقول ان منظومه تطوير التعليم ما زالت مستمره، يعني هتاخد تابلت دفعه 2024. اظن الخبر ده حلو بالنسبه لكم. يلا مبروك، والكل يفرح بالتابلت وما تصدقش اي حاجه. طب هل ممكن يتلغي؟ لحد دلوقتي ما نعرفش. يمكن الوزير يطلع بكره، يطلع بعده، يطلع الاسبوع الجاي، يطلع الشهر الجاي يقول هيتلغي، يمكن. فاحنا بنتكلم في الوقت الحاضر، ملناش دعوه بالمستقبل. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. اظن يعني اكون ريحتك عشان ما تتسوحش. بلاش تتسوح واصحابك يلغوك ويوصلوك. لحد دلوقتي مفيش الغاء للتابلت. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى يعني كل الاخبار اللي انا جمعتها دي استفدتوا منها، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، يكون فيديو مهم جدا برضه للثانويه العامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.